جماعة، حاجة بسرعة كده، موضوع بسرعة. أنا عارف إن أنا آخر واحد يتكلم في الدين، بس في حاجة في القرآن أنا سمعتها من قريب، من كام يوم، عجبتني جدا الصراحة. أنا حابب أشاركها معاكم تكون بسرعة. عجبني في سورة المائدة الآية 64، ربنا بيقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ده هما اللي بيقولوا. رد ربنا وقتي: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اللي عجبني إن رد ربنا، سوري هقول الكلمة، بجح. ما عادش بقى يجمل ويلطف ويزوق الكلام، واللي هو لا هي مش مغلولة قوي ومش عارف ايه. ظرفهم الرد. آه انا حاسس احنا العرب عندنا مجاملات كتير، وعشان ما تزعلش وعشان مش عارف ايه، وفي وشها حبيبتي ازيك عامله ايه حسيتيني، وفي ظهرها بصي كنت عامله ازاي مش عارف ايه. نفاق، مجاملات. آه مش حلو. قرآننا كده، غلت ايديكم في وشهم، واللي عندكم اعملوه. بغض النظر عن الكونتكست بتاع الايه، انا مش فاهم هم ليه قالوا كده، ومش فاهم قصدهم ايه باللي هم قالوه، ومش فاهم ربنا قصده عليهم ايه. بس انا عاجبني الاتيتيود، انا عاجبني الحقيقه واقحه. دي مقوله معروفه. فعاجبني ان الرد كده. فاتمنى ان احنا نبقى صراحه اكتر، ونبقى وقحه اكتر في الحق. لان اللي لاحظته ان القران لغته قويه، لغته قادره. واحد بيتكلم بقداره، واحد عارف هو بيقول ايه، واحد قادر. فدي بالنسبه لي empowering جدا، واللي هو ايوه، اديله اديلهم. ف مم. ده اللي كنت عايز اقوله.